السلام عليكم. في مدينة الدار البيضاء البوليس غادي تلقاو إخبارية أن واحد السيد والزوجة ديالو تلقاو مقتولين وسط الدار ديالهم. البوليس عياو ويقلبوا شكون اللي صفاه لهاد السيد هو الزوجة ديالو وشنو الدافع. عياو قلبوا في جميع لي بيس اللي ممكن أنه توصل لهم المجرم، ولكن للأسف ما لقاوش المجرم. حتى غادي يقول لهم واحد مول ديتاي اللي كان في هذاك الدرب، غادي يقول لهم واحد التفصيله بسيطه، وهاد الكلمه اللي قال لهم مول ديتاي غادي يوصلوا بها للمجرم في وقت وجيز. السؤال المطروح، شكون اللي قتل هاد الزوجه هادي وهي والزوج ديالها وشنو الدافع؟ هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه في القضيه ديال اليوم. بقاو معنا. السلام عليكم. القضيه ديال اليوم غادي تسافر بنا الى مدينه الجديده. عند واحد السيده الاسم ديالها حفيظه. هاد السيده هادي ارمله، عندها جوج ديال الاولاد ذكور وعندها بنت وحده. هاد السيده هادي ما خداماش، مرا كبيره. البنت ديالها مزوجه. الولاد ديالها واحد سميتو ابراهيم، واحد سميتو عبد الله. ابراهيم هو اللي قاعد معاها في مدينه الجديده، وعبد الله مزوج في مدينه الدار البيضاء وخدام في واحد لوزين. وهاد السيده هادي من بعد الوفاه ديال الزوج ديالها ولات الصحه ديالها تدهورات بزاف، ديما مريضه. والولد ديالها تقريبا كل اسبوع تيجي عندها، هذاك عبد الله اللي في الدار البيضاء كل اسبوع تيجي عندها. هاد السيد هذا خدام في واحد لوزين، وهذاك لوزين اللي خدام فيه تعرف على واحد السيده اللي كانت خدامه حتى هي في هذاك لوزين، وتزوج بها على سنة الله ورسوله. ولكن بعد الزواج صافي قال لها جلسي من الخدمة. المهم الامور غاديه بخير وعلى خير، تيخدم حتى نهايه الاسبوع تيمشي تيطلع للام ديالو لان الام ديالو كانت مريضه. حتى لواحد النهار هذا عبد الله هذا مشى للخدمه ديالو، لانه هو كان تيخدم بالليل، كان تيخدم تقريبا مع ديك 5 ولا 6 العشيه حتى 12 الليل. هذا هو البروغرام، هذا هو الرول اللي عاطينو، البروغرام اللي عاطينو. وكما كتعرفوا ان الوزين تيخدم بالليل وبالنهار. المهم هاد السيد هذا مشى للخدمه ديالو تقريبا ديك مشى للخدمه ديالو مع ديك 6، بدا خدام حتى غادي يجيه تليفون من الاخ ديالو ابراهيم. قال له اخويا ما كاين ما نخبي عليك، الام ديالي راه زاد عليها الحر بزاف، وشوف واش تلقاها ولا ما تلقاهاش. انا بغيتش نخلعك ولكن راه الصحه ديالها راه سيدتها مهلوكه بزاف. عبد الله غادي يقول لي صافي انا راه غادي نشوف مع الاداره ونجي. فعلا غادي يطلق داكشي اللي في يديه، غادي يطلع عندهم الادارات مفلوزين. السلام عليكم. وعليكم السلام. عاود الباترون ديالو شنو كاين، قال له ودي الوالده ديالي راه عيط لي الاخ ديالي وقال لي راه بين الحياه والموت، راه عيانه بزاف، وقال لي شوف واش تلقاها ولا ما تلقاها، انا دابا راه بغيت نمشي. خدا الاذن من الباترون ديالو، عطاه بانه يمشي يطلع الوالده ديالو. صافي خرج هالسياره ديالو مشى، اتصل بالاخ ديالو قال لي راني غادي نضرب طال الدار نشونجي الحويجات ديالي وراه غادي نجي عندكم دروك. الاخ ديالو ابراهيم تيتسنى فيه يجي. شاف السيد داز المده اللي هو عارف ما بين مدينه كازا والمدينه الجديده ما كاينش بزاف ديال الوقت، ولكن السيد تعطل. واش هاد السيد مبقاش غادي يجي؟ والام ديالو مزيود عليها الحال، كاينه اختو والسيده
ما بين الحياة والموت. السيدة عيانة بزاف وباغية تشوف الولد ديالها قبل ما تموت، وهو خاف أن الأم ديالو تموت وولدها ما يشوفهاش. كان تتصل بخوه يلقى التليفون ديالو خدام ولكن هو ما تيجاوبش. اش واقع؟ تيقعد شويه تاني تتصل به، التليفون خدام ولكن عبد الله ما تيجاوبش. وهنا ابراهيم عوض انه يكون مشكل مع الام ديالو اللي مريضه، ولا مشكل حتى مع الاخ ديالو اللي ما كيجاوبش في التليفون. واش هاد السيد هذا سمع ان الام ديالو عيانه بزاف وجاي تيجري في الطوموبيل، جاي تيجري في الطريق بالطوموبيله ديالو ودار شي حادثه سير، ولا تيدور ليه فراسو غير الكوارث؟ تيتصل والو، قال اش غندير ما ندير، راه نشوف السيد بعدا واش ديمارا من الدار ولا ما ديماراش، راه نتصل بالزوجه ديالو. كيتصل بالزوجه ديال عبد الله باش يقول لها واش عبد الله خرج من الدار ولا ما خرجش. كيتصل بالزوجه حتى هي التليفون ديالها خدام ولكن اللي بغا يرد ما كاينش. واش هادو واش كان جايب معاه الزوجه ديالو وقعت لهم شي حادثه في الطريق؟ ما يمكنش. الا كان واحد التليفون ديالو خدام الاخر، الا كان التليفون واحد وقع عليه شي حاجه الاخر غادي يكون بخير وعلى خير، ولكن باش يكونوا بجوج ما كيجاوبوش اذن وقع شي حاجه. غادي يهز الطوموبيله ديالو وغادي يقول لختو ها انت حدا الام ديالي، انا غادي نمشي لمدينه الدار البيضاء نشوف هذا عبد الله اللي ما كيجاوبش ومرتو ما كتجاوبش اشنو واقع. وكان متيقن انه وقعت لهم شي حاجه في الطريق، شي حادثه سير. ربما السيد خاف ان الام ديالو تموت وما يشوفهاش، تم جايب شي سرعه ولا شي حاجه ودار شي حادثه سير. ابراهيم فين ما لقى شي براج ديال الدرك الملكي تيوقف تيسولهم واش ما كانش شي حادثه سير هنا، وعاود ليهم علاش هو كيسول. قال لهم راه الاخ ديالي ما كيجاوبش وراه كان جاي عندنا والام ديالي مريضه، داكشي باش كنسولكم لا تكون شي حادثه سير وقعت. الدرك شي وحدين تيقول لها ودي راه ما كاين والو، شي وحدين تيقول راه كانت واحد الحادثه وها كان الشكل ديالها كي دايره كي داير، السياره ديالها كي دايره، وتفهم بان ماشي الطوموبيله ديال خوه. وتم غادي يا الله يا الله حتى غادي يوصل لمدينه الدار البيضاء، وغادي يوصل للدار ديال خوه عبد الله. كيدق السيد التليفون، تيدق السيد ما تيجاوبش، تيصوني في التليفون، تسمع التليفون فوق الدار تيصوني خدام. كيصوني على الزوجه ديالو كيلقى التليفون ديالها حتى هي خدام ولكن حتى واحد ما تيجاوبو. كيلقى السياره ديال عبد الله كاينه فم الدار، هادشي تيبين ليه وكان تيقن بانه ما وقعت ليه شي حادثه سير لان السياره ديالو كاينه تم. ولكن ممكن انه تكون الطوموبيله خاسره ومشى في طاكسي، ممكن. اش ولا كيدور ليه فراسو، تيقول صافي هذا راه جا للدار بغا يدوش، هو والزوجه ديالو كان جايين عندنا وراه خنقهم الغاز ولا شي حاجه. غادي يمشي بحكم انه ما عندوش الساروت ديال الدار، غادي يمشي لعند البوليس. السلام عليكم. وعليكم السلام. عاود لهم القضيه من تختقت السلام عليكم. قال لهم بان الاخ ديالو ما كيجاوبش في التليفون، السياره ديالو كاينه ولكن ما كيجاوب لا في التليفون ولا في الدار. هنا غادي يديروا ليه محضر وغادي يخرجوا معاه، وغادي يستعنب واحد السيد اللي مختص في البيبان اللي غادي يحل هذاك الباب باقل الاضرار، عكس انه شي واحد بغى يحل الباب غادي يفرع الباب غادي يخسرو. جيبوا شي واحد المختص غادي يخسر غير القفل. المهم دخلوا بعد ما خداو اذن من النيابه العامه، دخلوا للدار وتما غادي تكون صدمه.
غادي يلقاو الزوجة في المطبخ مطعونة طعانات كتيرة وطايحة تمايا وغارقة في الدماء ديالها. وغادي يلقاو عبد الله طيح امام الغرفة ديال النوم ديالهم مضروب في الراس ديالو، وحتى هو شبعان موت وعنده نزيف تا هو في الراس ديالو. عيطوا للسيارة ديال نقل الاموات باش تدي عبد الله والزوجة ديالو لمستودع الاموات باش يطلع عليهم الطبيب الشرعي. بعد ما صيفطوهم مستودع الاموات غادي يديروا التمشيط للدار. اول ملاحظة غادي يلاحظوا ان الدار ما فيهاش شي شجر مهرس ممكن زعما يكون دخل عليهم شي حد. لقاو الباب صالح، اي المجرم اما عنده الساروت اما كان معاهم في الدار. ولكن تيشوفوا ان المعن الاواني اللي مستخدمه في الدار غير ديال الزوج والزوجه، ما كاينش معاهم شي حد اخر. وهنا كاينه علامه استفهام كبيره. قلبوا الدار ما لقاوش شي حاجه اللي تفيدهم، هزوا البصمات من الدار، بداو التحقيق ديالهم، بداو التحقيق مع الجيران. واش سمعتوا شي حاجه بانت لكم شي حاجه كتثير انتباه؟ الجيران تيقولوا بانهم ما سمعوا لا حتى شي حاجه وانه الامور كانت هاديه. وهنا غادي يبداو يحققوا مع ابراهيم اللي هو الاخ ديال عبد الله. ابراهيم غادي يعاود لهم القصه كيفاش هو حتى جا عند خوه قال له ودي راه اتصل بخويا قلت ليه راه امك عاطله وشتو ما جاش والتليفون ديالو ساكت، راه جيت بلغت بانه السيد ما كيجاوبش. واش خوك عنده عداوه مع شي حد؟ كيعاود لك انه مشكل مع شي حد. هنا ابراهيم تيقول لهم بانه الاخ ديالي عمرو عاود لي انه عنده شي مشكل مع شي حد، ديما كنتصل بيه كيجي عندنا تقريبا كل اسبوع كيطلع الام ديالو، ما عمرو عاود لي شي حاجه انه عنده شي مشكل مع شي حد، شي عداوه مسلف شي فلوس مع شي حد، هو عطيت فلوس لشي حد. بعد ما تصنتوا لابراهيم غادي تصنتوا للجيران. هاد السيد هذا كتشوفو كيجي عنده شي حد غريب كيدير واش كيدير هاد السيد هذا فيه زعما فيه مشاكل هنا في الدرب، تيدير الفوضى، كيدير عاودوا لنا اي حاجه على هاد السيد. هنا الجيران تيقول بان السيد الله يعمرها دار عمرنا ما شفنا فيه شي حاجه، عايش مع الزوجه ديالو بخير وعلى خير، تنشوفوهم تيخرجوا تيدوروا تيمشيو هنا تيمشيو هنا، نفهموا الزوجه ديالو عمرهم ما كانوا بيناتهم مشاكل، ما عنده مشاكل مع شي حد، ما عمرو تخاصم مع حتى شي واحد في الدرب. ولكن شكون اللي صفاها لهاد السيد هذا والزوجه ديالو؟ شنو الدافع؟ مشاو اللوزين اللي كيخدم فيه عبد الله يشوف عبد الله امتى خرج. مشاو عند السيد اللي عطاه الاذن باش يخرج اللي هو الباترون ديالو. الباترون قال لي ودي عبد الله جا عندي تقريبا معايا الله ضرب شي ساعه ولا ما كاملاش ديال الخدمه، جا عندي قال لي راه اتصل بيه خوه وان الام ديالو مريضه وراه بغا يمشي يشوفها لان عيانه بزاف، عطيتو الاذن باش يمشي تقريبا مع ديك السبعه تقريبا هكاك. مشى بحالاتو مزيان. هنا كاين علامة استفهام. الجيران ما فادوهم بوالو، ابراهيم ما فادهم بوالو. كيفاش غادي يوصلوا لهاد المجرمين؟ خرج تقرير ديال الطبيب الشرعي. التقرير ديال الطبيب الشرعي تيقول بان الزوجه توفات نتيجه طعنات وانها كانت تدافع على راسها، اي داك اللي صفاها اللي ما صفاش على نعسها ولا غفلها كانت تواجهه. لقاو الخلايا في الاظافر ديالها
وغادي يصدموهم بواحد المعلومة أخرى. قال لهم بأن هاد السيدة كانت عندها علاقة رضائية. هزو لاضئين باش يلاقاو شي مشتبه فيه يقارنوه مع داك لاضئين اللي تلقى فيها، وهنا غادي يقارنوه مع الزوج ديالها عبد الله، ولكن ما غاديش يكون لاضئين ديالو هذاك. اما التقرير ديال الطبيب الشرعي تيقول بان الزوج ما ماتش نتيجة الضربة اللي في الراس ديالو، مات نتيجة انه مات مقجوج. هو مضروب في الراس ديالو، ولكن ماشي هي الضربة هي اللي قتلاتو، وانما اللي قتلو هو القجان مقجوج. وانه تقتل هو الاول، عاد قتلت الزوجة ديالو. هنا ما عرفوش شكون هو المجرم. بدا تيقلبوا هنا تيقلبوا، حجزوا على الهواتف ديالهم، عرضوهم على اتصالات المغرب يشوفوا مع من تيهضروا هاد الناس هادو، وتتسناو التقرير ديال اتصالات المغرب ترد عليهم. في انتظار التقرير ديال اتصالات المغرب غادي يبداو تمايا في هذاك المحيط، موين الحوانت، دوك الباعة المتجولين، موين الديتاي، يسولوهم واش شافوا شي حاجة غريبة ديك الليلة، حتى غادي يوصلوا لعند واحد مول الديتاي. قال ديك الليلة ما بانتكش شي حاجة غريبة، لأن داك السيد اللي هو مات هو والزوجة ديالو والدرب كله عرفوا بأنه راه مات، وأن البوليس تيقلبوا على المجرم. مول الديتاي غادي يقول لهم ودي هاديك الليلة راه شفت واحد السيد اللي غليظ وعرج، عرج ماشي ديال شي حاجة السير، ولكن خليقة من عند الله، تيخنع بواحد الرجل شوية. هاد السيد هذا غليظ وتيعرج ولابس واحد الكوستيم. قالوا لي لا شتي تعرفو؟ قال لي ما شفتو نعرفو. واش السيد اول مره كتشوفو في الدرب؟ لا كنشوفو، ولكن ما كنعرفوش فين تيسكن ولا شنو هي السميه ديالو، كنشوفو مره كيجي هنايا، وهذيك الليله شفتو خارج من هيك الدار بالضبط. عطاهم مواصفات دقيقه، تيسولوه كيفاش داير الشعر ديالو، كيفاش داير هذا، كيفاش داير هادي، عطاهم واحد الوصف دقيق. هنا من بعد ما خرج التقرير ديال الطبيب الشرعي عطاهم الاذن باش يدفنوهم، عطاو العائله الاذن العائله باش تدفن عبد الله والزوجه ديالو. ونسيت ما قلت لكمش ان التحقيق حققوا حتى مع اهل الزوجه، واش هاد السيده هادي كتشكى لكم من الزوج ديالها بينها معاه شي مشاكل. العائله ديالها كيقولوا بانها السيده الله عمرها دار وما عمرها تشكت لينا منه. ليك بعد ما عطوهم الاذن باش يمشيو يدوهم للروضه ويدفنوهم، كانوا حاضرين المحققين يشوفوا شي حاجه اللي تثير الانتباه ديالهم اثناء الدفن. واحد من المحققين اثناء الدفن ديال هاد عبد الله والزوجه ديالو غادي يشوف واحد الشخص اللي كينطبق عليه داك الوصف اللي عطاهم مول الديتاي، واحد السيد اللي هو قصير شويه وغليظ وكيعرج واحد شوي. هنا المحققين غادي يدوروا الهضره بيناتهم، بعد ما صافي دفنوا عبد الله والزوجه ديالو غادي يقول لي راه بغينا نهضروا معاك واحد شويه. مشاو عند داك العرج بغينا نهضروا معاك، قال لهم مرحبا. داوه على الانفراد، فين كتسكن، فين خدام؟ قال لهم ودي كنسكن في مدينه الدار البيضاء في الحي كذا كذا، الحي قريب من الحي اللي هو كيسكن فيه عبد الله، وخدام في نفس الخدمه اللي خدام فيها عبد الله، ولكن هو شاف، وداك الوزين فيه كيبات، هو واحد من الشيفان، واحد الشاف ديكيب تمايا في داك الوزين، ماشي شاف على عبد الله ولكن شاف على كيب اخر. قالوا ليه قول لنا فين كنتي ليله الواقعه؟ قال مودي انا كنخرج مع 6، وهذيك النهارات كانت عندنا الخدمه شويه زايده، بقيت حتى 10 في الوزين.
مزيان. غادي يتصنتو ليه، مشاو تيسولو الباترون ديالو السيد اللي كبر منو. هاد السيد هذا معاش تيخرج، قال ما ودي تيخرج مع 6. هاديك النهار واش بقى حتى 10؟ قالوا لا، كون كان زايد سوايع كون قيدنا ليه سوايع. هاد السيد راه ما زايدش، الريجستر اللي عندنا ما فيش هاد السيد هذا زاد سوايع. هاد السيد خرج مع 6 ديك النهار. هنا غادي يرجعو لعند هداك السيد العرج، قالو انت كتقول لنا قعدتي حتى 10 والبوانتور اللي كيبوانتي ليك قال لنا بانك خرجتي مع 6. الا راه غير ما شافنيش حتى انا ما ديكلاريتش. مزيان. هنا غادي يمشيو لعند الزوجة ديالو، جابوها وما خلاوليش الوقت فين يتصل بالزوجة ديالو ولا يهضر معاها باش ينسق معاها. قالوا ليها الزوج ديالك نهار كذا كذا معاش دخل للدار. قالت لهم تقريبا ديك 7:30 7:50 ما بالضبط، ولكن ما عنديش تدقيق، ولكن 7 شي شويه دخل الدار. اياه منين دخل الدار شنو دار؟ لكن بدل الحويجات ديالو، دوش صافي بقينا تعشينا لناسنا حتى الصباح. هنا السيد هو كيقول بانه بقى في الشركه حتى 10، الزوجه ديالو كتقول راه جا مع ديك 7 7:15 7:15. كاين بيناتهم تفاوت في الكلام. قال واخا الحويجات اللي عطاك اللي شونجاهم فين هما؟ قالت لي راهما دايرين في ماكينة الصابون، باقي مازال صبنتهمش. قالت عطيهم لينا. شدو دوك الحوايج تيقلبوا فيهم، غادي يشوفوا واحد الملاحظة، هاد الحوايج فيهم قطرات ديال الدم. وهنا غادي يسولوه دعرج منين جاوك هاد القطرات ديال الدم. هو كان مضروب في واحد الصباع ديالو. قال لهم ودي راه الصباع ديالي مجروح، قطر لي على الحوايج ديالي. واخ. قال حنا غادي نهزو لا دي ان من هاد الدم هذا ونشوفو واش ديالك ولا ديال شي حد اخر. خرج تقرير ديال اتصالات المغرب مع من كان تيهضر الزوج مع عبد الله والزوجه ديالو. عبد الله تيلقاو عنده الاتصالات غير مع الناس اللي معاه في الخدمه، والاكثريه ديال الاتصالات مع الاخ ديالو اختو. اما الزوجه كيلقاو عندها نماري اخرين، ومن بين هاد النماري النمره اللي اتصلت هذيك نهار الواقعه. اتصالات المغرب غادي تعطيهم النمره ديال هاد السيد هذا شكون هو. النمره طلعت ديال العرج، هو اللي هضر معها تقريبا مع ديك 6 ولا 6 وتولود. قال لي واش كتعرف هاد السيده هادي؟ قال لي ما كنعرفهاش وما عندي بها حتى علاقه. كيفاش ما عندك بها حتى علاقه وانت هاضر معاها في التليفون؟ واش هاد النمره هادي كاينه في التليفون ديالك ولا ما كايناش؟ السيد بقى كيدور في عينيه. هزو منو لا دي ان وقارنوه بلا دي ان اللي تلقى في السيده الزوجه ديال عبد الله، وهنا غادي تخرج النتيجه متطابقه. لا دي ان ديال الدم اللي تلقى في الحوايج ديالو غادي يقارنوهم بديال الضحيتين، وغادي يخرج متطابق ديال واحد من الضحايا. اي هاد السيد هذا تلقى الدم في الحوايج ديالو، لقاو المكالمات مع الزوجه وزيدها بالكذوب، ولا دي ان اللي تلقى في السيده ديالو. هنا غادي يعتقلوه وغادي يدوه معاهم لانه مبقى عنده مفر. عيا ما يتهرب، ولكن كما تنقولو شدو فيه شدة العمى في الظلمة. العرج حصل، الزوجة ديالو مفرسة ما يتعاود. هنا السيد غادي يعترف بكل شي. قال لي مودي هاد السيدة هادي الزوجة ديال عبد الله كانت خدامة معنا في الوزين قبل حتى الزوج ديالها ما يجي من مدينة الجديدة ويخدم
معانا في الوزين. منين جا الزوج ديالها عبد الله خدم معنا في الوزين، تعرفت عليه. منين تعرفت عليه غادي تجي لعند العشيق ديالها اللي هو العرج، وهذا العرج مزوج وهي عارفه مزوج على حسب القول ديالو، وغادي تقول ليه راه داك السيد تقدم ليا الخطبه ديالي ويتزوج بيا. قال لها صافي تزوجي به على حسب القول ديالو. قال باش غير انها تبعد عليه وتخليه يعيش مع وليداتو. قال بانه عبد الله من بعد ما تزوج بهاد السيده كان دائما عنده الخدمه بالليل، والسيده ما غاديش تفوتو رغم انها تزوجات. بقات كتصل به، ولا هو كيمشي عندها، كيخرج مع الستة كيدوز عندها كيقضي معها هذيك نص ساعة، ساعة الا روب ساعة، عارف ان الزوج ديالها في العمل. وبقات الامور هكا حتى نهار الواقعة. فعلا متيقن بان الزوج ديالها راه كاين في الخدمة وغادي يخرج هو. اتصل بها معك ستة وتولود، قال لها نجي عندك. دخل عندها، دخلوا لغرفة النوم. عبد الله غادي يتلقى التليفون من الاخ ديالو، رجع للدار باش يلبس حويجات ديالو يبدل عليه ويمشي يشوف الام ديالو اللي باين الحياة والموت. دخل تسمع الهرج في غرفة النوم، مشى تلقى الزوجة ديالو والعرج كيف ولدتهم الام ديالهم. السيد غادي يهجم على العرج، ولكن العرج صحيح غادي يدفع عبد الله حتى طاح على واحد الدرجة كاينة في الباب ديال غرفة النوم، طاح على راسو. منين طاح على راسو غادي يطيح عليه العرج وغادي قجو حتى فارق الحياة. بعد ما فارق الحياة الزوجة بدات كتغوت وكتقول ليه اش درتي قتلتيه، وهو تيكارمي فيها، وهي مشات للكوزينة وكتغوت، هو يخلط عليها تما. هز واحد الموس من دوك المواس ديال الخضرة وغادي يوجه ليها طعنات كتيرة وكتم ليها الفم ديالها باش الجيران ما يسمعوش الغوات ديالها. صفاه ليهم بجوج، سد الباب من وراه، زاد في حالاتو. كانت هذه الاعترافات ديال هاد السيد هذا. قالوا ليه فين درتي الموس؟ قال لي مرميتو حتى واحد الشجرة. داوه معاهم باش يوريهم فين كاين رمى الموس. مشاو ولكن ما لقاوش الموس، هزو شي واحد ولا هزو صحاب النيطواياج رموه، ولا طاح فيه شي واحد غسلو وبغا يستخدمو، ولا شوف الظروف ديالو فين مشى. هاد السيد هذا من بعد الاعتراف ديالو انها صفاها لعبد الله والزوجة ديالو تهمة قتل جوج ديال الاشخاص زائد الخيانة الزوجية. هاد السيد هذا غادي يتحكم بالمؤبد. وكانت هذه الحلقة ديالنا اليوم. اي واحد وصلت له الدقيقة هذه خويا ولا اختي ما تبخلش علينا باللايك، ما تنساش تبارطاجي هذه القصة مع الناس اللي كتعرف. نلتقي في حلقة جديدة ان شاء الله.